بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ان شاء الله. النهارده يا جماعة هوريكم ازاي نعمل القعدة بتاعة السندباج. السندباج اللي هو اللي طوله متر، تمام؟ هي دي اللي قدامنا دي هنعملها، بس هنعملها من ايه بقى؟ هنعملها من بواقي الحزمة، لان انت احيانا لما بيتقطع اكتر من حزام الحزام ده بيبقى منه بواقي، تمام؟ فبص دلوقتي انت هتستخدمها ازاي. لا، مش الحزام اللي انتوا شايفينه ده، يعني مش اللي هو الحزام ده الحزام ده كبير، ده المتر ب5 جنيه. انا بتكلم على البواقي اللي انا هجيبها دي. ايوه طيب البواقي دي هل ممكن تستخدمها؟ طبعا ممكن تستخدمها، ممكن تكون اقوى كمان من اللي هو الايه، من اللي هو السليم على بعضه يعني. هنجيب 3 حزام مع بعض ونحطهم يبقوا مع بعض كده بنفس النظام. وتعالوا نشوف هنعملهم ازاي. زي ما احنا شايفين يا جماعة، حطينا 3 حزمة. سيبك من المنظر اللي عندي دلوقتي عامل ازاي. هنبدأ بعد ما علمنا بالقلم، هنبدأ هندخل الحزام دلوقتي تحت المكنة ونبدأ نخيطه، تمام كده. وهنروح ونيجي عليه. ليه؟ لأن دي قعدة سندباج. قعدة السندباج دي يعني لازم تكون قوية، لازم تكون قوية، ماشي. وناخده طالع نازل يمين وشمال وكده. هنجيب التاني برضو نفس النظام ونعمله على علامات برضو عشان يكون متوازي. في علامات قدامنا اهيت، العلامات ديت حتى بقيس ال3 كله مع بعض تمام كده. هنخش يمين وشمال وعايزين يا جماعة لما نبدأ نخيط حزامين فوق بعض، يعني في الحتة اللي فوق دولت مع الجلد. يعني شوفوا دلوقتي بقى فيه 3 طبقات 3 طبقات حزام. تخلي بالك قوي تشوف الإبرة معاك هتخش ولا لأ، لأن ال12 مش هتخش معاك. اللي يخش معاك بقى فوق ال12 ال14 حلو. لو ال14 الجلد عندك محمل مثلا أو ناشف أو كده، لأ خليها 16. خليها 16 هيكون ايه؟ هيكون أفضل، تمام. وخلصنا ال3 جبنا بقى دلوقتي حتة دايرة سودة كده جميلة، ممكن من الجلد برضو او ممكن من الفليكس او البنر. ونبدأ نخيطها نداري ليه دي. هتبقى يعني شوف منظرها هيبقى شيك، وفي نفس الوقت هتبقى بتداري الأحزمة، وهتبقى يعني حماية لقعدة السندباد. خدنا احنا خطين عليها، تمام، لحد ما طلع منظرها زي ما انتم شايفين جميل جدا. هنيجي بقى دلوقتي هنركبها ازاي. طبعا في 3 أحزمة اسف 3 أحزمة في السندباج. هنخلي الحزام على الحزام. طب الحزام مش جاي قصاد الحزام، هقول لكم نعمل ايه، تمام. الحزام ده انا مخيطه في السندباج نفسه عشان بيدي للسندباج متانة، عشان يبقى شايل مع القعدة تحت، تمام. عشان لان السندباج احيانا في ناس قالت لي احنا عايزين 52 و53 كيلو، فتقيل جدا يعني كده، تقيل جدا جدا كمان. فطبعا لازم يكون الحزام جايب السندباج من فوق لحد تحت، تمام كده. ونبدأ نشغله. طيب الحزام دلوقتي بص زي ما احنا شايفين عايزين نركز. الحزام ما جاش قصاد الحزام. هتيجي اعمل ايه بقى؟ هتبدأ تفك الحزام، هتقطعه. هتفك الخياطة مش تقطعه، تفك الخياطة لحد ما يجي الحزام مع الحزام. خلصنا كده الحمد لله. الحزام على الحزام بالظبط زي ما انتم شايفين ليه بقى؟ ده يدي متانة للسندباج نفسه. تعالوا نشوف القعدة شكلها عامل ازاي في الاخر. حاجة يعني الحركة دي يا جماعة ما تستعملش الا مع السندباجات اللي هي ال120 ال140 ال150 ال180 اللي انتم شايفينه ده.
ليه؟ عشان السندباك يعيش أطول عمر. يعني ادي الشكل الأخير لقعدة السندباك. يا ريت يا جماعة ما ننساش نعمل متابعة للصفحة، ونعمل إعجاب للقناة، ونعمل اشتراك في القناة آسف، عشان ما يفوتكوش أي حاجة. ولو عايز تتعلم أي حاجة اتأكد تماما إن أنا هعلمها لك يعني إن شاء الله بإذن الله. ربنا يوفق الجميع يا رب إن شاء الله. مع السلامة.